كان في صورة يعني على عدم إجبار المواطنين المهاجرين إن احنا نمشيهم يعني. أيوة، مصر موقعة على مواثيق دولية بعدم إجبار المهاجرين على ترحيلهم قسرا. تمام. على جانب آخر تم استيطان الآلاف من قبائل أثيوبية في مصر، والتوقعات بعد كده سنوات هيكونوا طبعا بالملايين جوه مصر، ثقافة وعادات وتقاليد وطبيعة اللي بتختلف تماما عن طبيعة المصريين. ده غير الجاليات طبعا الأخرى دي، يعني زي الصومال والسودان واليمن وسوريا والعراق والتشاد ونيجيريا. احنا عندنا تشكيلة جميلة يعني. نلاقي نفسنا جالية مصرية في بلدنا، احنا هنكون جالية مصرية في بلدنا وملناش مكان. يعني احنا هنروح لاجئين فين بقى ان شاء الله؟ محدش بيفكر فينا للأسف. طبعا وقتها بقى هيطالبوا بحقوق سياسية وانفصال وبأجزاء طبعا من مصر، وده هو السيناريو اللي جاي قدام عينينا. طبعا بنطلب من ربنا ان الناس تفوق والضمير يعني صح كده، ونشوف مصلحة مصر والمصريين في المقام الأول فوق أي اعتبارات أو اتفاقيات مخزية بتأدي لطريق ربنا وحده بس اللي بيعلم عاقبته. يعني احنا لو نفكر فيها فعلا ده احتلال ناعم مقنن، مع إتاحة طبعا بيع الجنسية المصرية، كأن يعني يلا ببلاش كده، يعني كله بالفلوس، كله بالفلوس لمن يدفع أو يستثمر. المصريين عايشين في كابوس. بس برضو لسه عندنا أمل. هنحط مصلحة مصر والمصريين قبل كل شيء. في فيديو بتاع وحيد حامد، يعني الراجل ده الله يرحمه، حقيقي انت ما متش، ما بعدتش، انت عايش معانا، لان كل كلمة قلتها واقع، وكل فيلم كتبته واقع بجدية عايشينه، وانت عندك كان شفافية جميلة وغريبة. نشوف الفيديو مع بعض ونرجع تاني. اتفضل. الناس اللي انت حضرتك عاوز توطنهم وبتقول عليهم لازم اولادهم يتعلموا ببلاش ولازم يتعالجوا ببلاش، ياخدوا حقوق المصريين. يا استاذ الفاضل، اما ندي حقوق المصريين الاول نبقى نديها للاخرين. على فكرة الكلام ده من سنين فاتت. الموضوع بتاع اللاجئين يعني بقاله 10 12 15 سنة. الواقع اللي احنا عايشينه النهاردة مأساوي فعلا، ولا حد سامع ولا حد بيدي يعني. اتكلموا زي ما انتوا عايزين، بس اللي احنا هنعمله. عندي صور لأطفال سودانيين في مصر بيلعبوا. تخيلوا بيلعبوا ازاي؟ يعني بيرموا حجارة على العربيات، اي عربية ماشية يروح ضاربها بالحجارة. طبعا ده مش هزار، دي حاجة بتسبب حوادث. طبعا الحجارة دي تيجي على حد تصيبه، او على العربية نفسها خبطات وتكسير. المهم تم طبعا تصوير الأطفال دول في فيديو وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مهم جدا 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 التربية ومتابعة الأهالي لأولادهم عشان يعرفوا الفرق بين المزاح والتصرفات الخطيرة. عندنا صورة لناشطة سودانية عشان بس نشوف اللي احنا مدخلينهم بلدنا يعني. بتقول: نحن نريد أن نتحالف مع أثيوبيا وإسرائيل والإمارات ونبتعد عن الطامعين. طبعا هي الطامعين قصدها على مصر. حبيبتي احنا يعني خدي الباب وراكي وهنرمي قلتين وزيرين يعني. سودانيين تانيين نشوف الصورة مع بعض، عايزين يرجعوا مصر بعد ما مشيوا. صعبان عليهم في الصور. معلش يا أسامة. أيوة، أنا رجعت السودان لكن الحال ما عجبني. ما ممكن من الحالة اللي عشتها في مصر وضع يختلف تماما، زي الواحد كان عايش في جنة ومشي النار. السودان لا يطاق. بعد العيد راجعين مصر وهنستقر فيها
للأبد. مفيش ولاء لبلدهم، مفيش ولاء لبلدهم. طيب نشوف فيديو برضو شوية شباب سودانيين بيعملوا ايه. نشوف الفيديو مع بعض ونرجع تاني. بيسرقوا كابلات الكهرباء وفي عز النهار في وسط الشارع، مش في شارع متداري ولا حاجة، وشايف ان الناس بتصورهم وعادي، عارفين ان مفيش اي عقاب ولا حد هيعمل لهم حاجة. يعني حقيقي الواحد مش قادر يستوعب ازاي الحكومة شايفة كل ده وساكتة. عندنا سوري بيعاني يا حرام في مصر. نشوف الصورة بتاعته. السلام عليكم. بما انه نحن السوريين اصبحنا في مصر الان 2 مليون تقريبا، اخواتنا السودانيين 10 مليون، وليش ما نطالب الحكومة المصرية يعطونا محافظة لينا فقط ضيوف في مصر، ولو رفضوا نتسلح وندمر مصر حتى يوافقوا على مطالبنا نحن الضيوف. أنا أتمنى يعطونا سواحل البحر الأحمر ونأتي للإخوة السودانيين حلايب وشلاتين، ليش ما نقاتلهم؟ جالية السورية في مصر. صورة تاني. أبو ماهر بيقول لك والله فعلا السوريين عايشين في حالة ضيق من الشعب المصري، الدنيا دوارة. إن شاء الله اللي حصل للسوريين والسودانيين يحصل مصريين، نشوف هيمشوا فين. يعني حتى عايشين في خيرنا ومش بيتمنوا لنا أي خير. سوداني تاني عامل بيفرض اتاوات على أصحاب السيارات بمنطقة بيت السناري بالسيدة زينب بحد أدنى 50 جنيه. اتاوة كمان، يعني عايشين في بلدنا هو بياخدوا مننا اتاوة. المصري مش ضيف، المصري صاحب أرض. في صورة المرج وعين شمس والمطرية، احنا ضيوف والله أصحاب بلد. الموضوع في منتهى الرعب حقيقي، يعني مش عارفين نوصل مع الناس دي لغايه فين. نشوف الفيديو مع بعض. فيديو تويتر بيقول فيها السوريين في مصر منتظرين اشاره من السيد احمد الشرق، اللي هو بيقولوا عليه احمد الشرع، لكي يتحركوا، لان مصر من حقنا، او لاستعاده مصر، لان اجدادنا الهكسوس حكموا مصر 200 سنه، علشان كده مصر من حقنا. يعني المصري من حرقته عمال بيتكلم، والنت الناس السوريين دول والسودانيين وغيرهم اللاجئين اللي عايزين يحطوا ايديهم على البلد موجود على النت. طب ما فيش تحركات من يعني الانترنت اللي هم واقفين لناس تانية على الواحدة؟ انتوا مش حاسين بالخطورة من الناس دي ان هي داخلة البلد وهدفها انها تستولى على البلد؟ ما هو ده يعني احتلال كده بالبطيء، وفي يوم من الايام هتلاقيهم بالملايين فعلا they wanna take over. انتوا كده بتسلموا البلد تسليم اهالي، بتدوهم المفتاح، بتدوا فرصه للي مش عارفه اقول ايه. يعني حرام. لغايه النهارده مش قادرين تستوعبوا الخطوره اللي هتقضي عليكم وعلينا. هتقضي عليكم، ما تفتكروش ان هم يعني هيطبطبوا عليكم. طيب كان في فيلم يعني اتعرض اسمه البرشام او برشامه. يعني الفيلم ده قال حزب النور بطريقه رهيبه. حزب النور مش هتلاقيه يعني في اي شيء خالص مشكلات وهموم الناس، لا، هتلاقيه بس يظهر لما الامر بيتعلق بالافلام والمرأة واللبس. اما القضايا الاساسيه مش هتحس ولا يعني ياخدوا اي اكشن. الموضوع عن فيلم برشامه. الناس شافت الفيلم وهو طبعا في سياق كوميدي بيكشف عن انهيار الاخلاق، وبيرصد تغييرات مجتمعيه حاصله فعلا، وبيسلط الضوء على التدين الزائف واستخدام الدين احيانا لخداع الناس. كمان بيتناول ازمه التعليم، وازاي ممكن ان الانسان بيتعلم لسنوات طويله وفي الاخر مفيش علم يعني خالص. يعني دي صور الفيلم وحزب النور. نشوف الناقد طارق الشناوي بيقول ايه. تدخل الجهات الدينية في محاكمة الفن أمر مرفوض تماما.
هذا اكبر خطأ ممكن ان نقع فيه او تقع فيه يعني، وهو ان يصبح الحكم الديني على عمل فني، لان الدين بطبعه مطلق وليس نسبي، وحزب النور اساسا بيرفض الغناء ويرفض طبعا الفن، وهيبص ازاي لعمل فني بمقياس فني، ودي كارثه، واكيد طبعا داخل في اعتقاداته طبعا والسيطره. في صوره تعطيل مسرحيه، شباب من الجامعه عملوا مسرحيه وبفلوسهم، قالوا التمثيل حرام، التحقيق في تعطيل عرض مسرحي بكليه حقوق جامعه حلوان بصرف، هو بيقولوا يعني بنصرف من فلوسنا ومش عارفين نجيب حقوقنا. الحمد لله ان في تحقيق للي حصل، احنا عارفين مين اللي ورا الافكار، ما احنا قلنا يعني هو حزب النور والاخوان وكلهم واجهين لعمله واحده. احنا في وضع لازم مصر تاخد اكشن. هجيب لكم فيديوهين بعد كده على مدار الحلقه يعني. جمال عبد الناصر والسادات كانوا بيقولوا ايه، واحنا بنقع في نفس الغلط. شيرين، هو مين اللي سماه حزب النور؟ حلوه يعني حلوه ضلمه على الاخر ازاي يعني نور؟ يعني ما تجيش، يلا مش معلش جايه الاسماء ببلاش. مش كده برضو، هو حاسس ان هو هينور لكن للاسف قفشت معاه. هي ضلمه عنده اساسا، يعني فقد الشيء لا يعطيه. ده اكيد.